نادي الأهلي وبيراميدز في نهائي كأس مصر. مواجهة طبعا مرتقبة بين الفرقتين إن شاء الله يوم الاثنين إن شاء الله الساعة 9 وربع. النادي الأهلي بيسعى طبعا للفوز بالبطولة رقم 38 ليه في تاريخه. النادي بيراميدز بيسعى إنه يكسب أول بطولة ليه في تاريخه. بأرقام بس سريعة كده حابب إن أنا أعرف حضراتكم عليها. النادي الأهلي وبيراميدز اتواجهوا مع بعض مواجهات مباشرة 17 لقاء. النادي الأهلي كسب في 8 لقاءات، وبيراميدز كسب في 5، وتعادلوا في 4 لقاءات. في كأس مصر التقوا 3 مباريات. نادي بيراميدز كسب ماتشين، والنادي الأهلي كسب ماتش، كانت في النسخة الماضية في كأس مصر. نادي بيراميدز طبعا كانت منهم من المرتين دول كان بمسماه القديم النادي الأسيوطي، لما كان علي ماهر طبعا كسب النادي الأهلي طبعا كان أحرز الهدف كان عمر كمال عبد الواحد. طبعا بالنسبة طبعا باتشيكو لسه ماسك لسه في شهر واحد ماسك الفرقة في فرقة بيراميدز. آخر 8 مواجهات لبيراميدز في مختلف بطولاته كسب 3 ماتشات وخسر 3 وتعادل في ماتشين. النادي الأهلي في آخر 7 ماتشات كسب 5 وتعادل في 1 وخسر 1 اللي هو كان ماتش سان داونز. دي طبعا أول مواجهة ما بين كولر وما بين باتشيكو. دي أول مواجهة لباتشيكو مع النادي الأهلي بعد القضية ممكن وأي قذيفة جاءت يا باتشيكو. فطبعا هيكون طبعا باتشيكو متأهب للماتش ده، وهيبقى يعني بالنسبة له قصة، يعني ما طار باين ما بينه وما بين النادي الأهلي. بيراميدز طبعا طلع لسه بيان ليهم ان هم عايزين يسحبوا استثماراتهم من مصر ومفيش شفافيه والكلام اللي هم طبعا اللي هم قالوه كله في البيان بتاعهم. الكلام ده كله ما بيطلعش الا قدام ماتشات النادي الاهلي. ماتشات النادي الاهلي تلاقيهم بيطلعوا يتكلموا يقول لك الحكام والقصه واللي ما فيش شفافيه واللي هو هنسحب استثماراتنا. هو فين استثمارات بيراميدز اللي هم بيتكلموا عليها؟ انا مش عارف يعني، بس خلينا نكون خلينا في اللقاء يعني. باتشيكو لعب ماتشين من الماتشات اللي لعبها مع بيراميدز، لعب ماتشين نوك اوت اللي هو خروج المغلوب، مع قدام نادي الزمالك وقدام انبي. قدام نادي الزمالك في قبل النهائي بتاع كاس مصر خلص الماتش 1-1 في الوقت الاصلي ولعبوا بلينات. وماتش انبي خلص 1-1 ولعبوا بلينات. كلنا عارفين المدرسه البرتغاليه بتلعب ازاي. المدرسه البرتغاليه قفل الجيم، العب على هجمات مرتده، العب على تفاصيل صغيره، كرات ثابته، ضربات ركنيه. علي جبر طبعا محظوظ على النادي الاهلي في الماتشات الاخيره. خلي بالنا من الجزئيه دي. بالنسبه بقى لبيراميدز، اكتر لاعبين من وجهه نظري في بيراميدز اساسا دلوقتي هم رمضان صبحي ومصطفى فتحي. رمضان صبحي احرز السنه دي في الدوري العام 6 اهداف وصنع 5 اهداف. مصطفى فتحي احرز 5 اهداف وصنع 3. طبعا كلنا عارفين اي فرقه بتيجي تلعب قدام النادي الاهلي هي بتيجي تلعب على معلول وعلى محمد هاني، والعمق بيجوا يلعبوا شويه، بس هو اهمهم كلهم انه بيجي يلعب على الاثنين دول. فطبعا خوفي كله طبعا من مصطفى فتحي ورمضان صبحي، فربنا يستر ان شاء الله. اتمنى النهارده طبعا ان النادي الاهلي يكون في الموعد ان شاء الله، لان نادي بيراميدز بالنسبه له الماتش ده هو ماتش عمره، لان هو بيراميدز اتعمل عشان النادي الاهلي. فما بالك بقى ان انت تبقى اول بطوله ليه وعايز يكسبها، وجات له الفرصه ان بينك وما بينه وفي ماتش نهائي. طبعا كلنا عارفين ماتشات الكاس مصر، ماتشات كاس او الكاس عموما ملهاش مقاييس. فخلي بالنا كويس قوي لعيبه الاهلي، النادي الاهلي والجهاز الفني طبعا هم ادرى بحاله الفرقه مني. احنا ده كل ده كلام بنقول وجهه نظرنا فيه مش اكتر او اقل. بالنسبه لتشكيل النادي الاهلي المتوقع ان شاء الله، اتوقع ان شاء الله انه يلعب بالشناوي، علي معلول، ومحمد عبد المنعم، ورامي ربيعه، ومحمد هاني. خط النص هيلعب بمروان عطيه وحمدي فتحي. هو بقى يجي هنا في المكان ده هيلعب السوليه ولا الجندوزي ولا قفشه؟ اعتقد ان قفشه بقى بعيد عن الفرقه، يعني بقى له كذا ماتش ما بيلعبش اساسي. فاعتقد ان اللي هيلعب هو السوليه، لخبره طبعا السوليه وخبرته في الماتشات الكبيره طبعا، وان السوليه كمان بيمتاز بالتسديد. ممكن تفرق معانا ان شاء الله خصوصا ان في اخر ماتش ما بين النادي الاهلي وما بين بيراميدز اللي انتهى في الدور الاولاني اللي انتهى 3-0، السوليه متسجل فيه هدف ومن شوطه. فربنا يكرم ان شاء الله.
بالنسبه بقى لخط للهجوم، اتوقع انه يلعب ببيرسي تاو وكهربا. هو هيلعب بقى بعبد القادر ولا هيلعب حسين الشحات؟ هو بقى في قصه ما بين هيلعب عبد القادر، خصوصا ان عبد القادر مستواه مش كويس في الماتشات اللي فاتت. فهنشوف طبعا القصه هتبقى ماشيه ازاي ان شاء الله، ونتمنى التوفيق للنادي الاهلي. واتمنى طبعا ان ربنا يكرم النادي الاهلي ببطوله كاس مصر، خصوصا ان دي بطوله من العام الماضي، والعام الماضي كان النادي الاهلي كان ما كانش على احسن حال. اتمنى طبعا ان النادي الاهلي يكسب كاس مصر ان شاء الله. واتمنى التوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.